حلو. مساء النور. مع سنين. أهلًا يا سليم. فاهم بعض. مشكلتي كنت موظف ملتزم جدا طول حياتي تمام. لحد ما وصلت إن أنا بقيت 40 سنة دلوقتي، لكن مش عارف ليه من وقت قريب بقيت حاسس إني زهقت من الروتين ومش عارف العمر جري بيا إزاي، وعايز أغير حاجات كتير في حياتي. بدأت أصرف فلوسي على حاجات غريبة بالنسبة لاهتماماتي اللي كنت متعود عليها، حاجات غريبة زي إيه؟ زي عربية رياضية وشوية لبس مش متعود عليه. مراتي مش عاجبها اللي بعمله وبتقول إن التصرفات عيال مراهقين. فما فهمتش يعني إيه عيال مراهقين، يعني إزاي عيال مراهقين؟ تقول لي أنت قاعد عندك التزامات ومسؤوليات كبيرة، إيه التفكير التافه ده؟ هي خايفة أكون باصرف فلوسي على كل اللي معايا من وجهة نظرها إن حاجات تافهة يعني، بدل ما أفكر إن أنا أأمن مستقبل ولادي. وبدأ ده يأثر على بقالنا 12 سنة متجوزين، لكن أنا اتحرمت من حاجات كتير. طول عمري كنت واخد الحياة شغل وبس. ودلوقتي العلاقة بينكم فيها مشاكل طبعًا. لأ، العلاقة دلوقتي مش أفضل حاجة أصلًا، يعني كل يوم في خناق ومشاكل وقاعد كل اللي تقدري تقولي عليه قوليه. تمام، شكرًا يا سليم. برضه هاقول تاني، يا جماعة اللي عنده 40 سنة والّا 50 سنة، موضوع إن هو عمره راح وكبر، ده كلام لازم التفكير ده ما يبقاش مسيطر علينا، الأعمار بيد الله. إحنا كبرنا والسِن قيمة واحترام وزيادة خبرة. والواحد عمره ما يتضايق من سِنّه، بالعكس طالما العُمر خلّانا نضيف لخبراتنا. لكن هنا كونك بتعمل حاجات أنت نِفْسك تعملها، أنا مش شايفة إنّك غلطان، طالما أنت مش بتيجي على حق أولادك لا في مصاريف ولا في أي حاجة. كونك كان عندك حلم ما قدرتش تحققه، لإن كان ظروف حياتك ربما المادية أو الظروف عمومًا ما سمحتش. طَب إيه المانع بقى لمّا يكون النهارده أنت تقدر تعمل ده؟ يعني ممكن أكون طفلة وهي صغيرة كان حلم حياتها تسافر تشوف ديزني لاند في أمريكا، وكان مستحيل تروح ديزني لاند لظروف كتير أوي. كبرت وبقى عندها يا سيدي مش 40 سَنة، 55 سَنة، ولسه الحلم عندها قادرة النهارده إنها تعمله، وإنها تروح تتفرج على ديزني لاند. هنقول عليها عبيطة واتهبلت؟ الكلام ده غلط. طالما حريتك ما بتجيش على حق حد فده حقك. طالما حريتك ما بتقلش من احترامك وقيمتك ده حقك. بتلبس حاجات مختلفة، طب ما هو احنا كل سنة ممكن في موضة مختلفة. المهم انك ما تلبسي حاجة تقل قيمتك. يعني ما تلبسي حاجات عبيطة زي الافلام اللي بنتفرج عليها الكوميدية. لكن كون انك انت تحس انك لسه عايش ده حقك. بالنسبة لزوجتك هي كمان قُل لها إن أنتِ بالطريقة دي آآ أنتِ اللي محسّساني بالعجز، يبدو إنِّك أنتِ اللي بدأتِ تعجزي. أنت عارف الجملة دي لمّا هتتقال لمراتك هتعمل إيه؟ هتفوق. قُل لها على فكرة مش أنا اللي عجزت، أنتِ اللي عجزتِ. إذا كنتِ أصغر منّي وشايفة إن أنا باتصرّف أصغر من سِنّي، يبقى مين فينا عجّز؟ الحقي نَفْسِك بقى، فوقي لبقية عمرِك، عشان أنا عايزة أكمّل عمري معاكِ. صدّقني هي هتتغيّر.